ايه عاملين يا عراب؟ انا كلمتين كده ورد غطاهن على السريع عشان خالكم بحب اجيب من الاخر. انا دلوقتي سمعت خبر انه حسام حسن هيمسك المنتخب، ماشي، راجل وطني وتمام، وهيكون عنده غيرة على بلده. ولقيت برضه بيقول حسام حسن هياخد 1,000,000 جنيه مرتب. لقيت تعليقات برضه من ناس: 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه. طب تعالوا نحسبها بالعقل كده، عشان احنا برضو بنحب الغريب شوية. مشكلتنا في كل المحافظات تلقانا برضو نميل للغريب شوية. لو حسبنا مرتب حسام حسن 1,000,000 جنيه في الشهر ده، لو ما أخذ اقتصاد اللي كان ياخده فوتوريا قاعد 20 شهر مع منتخب مصر، خلانا ملطش اللي رايح واللي جاي، نتغلب من الرأس الأخضر والرأس الأصفر والرأس اللبني والبني مقلم ومخلى، رايح جاي بقينا ناخذ. ما عملش ولا حاجة ولا دخل جنيه واحد لاتحاد الكرة. تمام. كان ياخذ كام عم فوتوريا؟ عم فوتوريا في 20 شهر كان ياخذ 200,000 يورو في الشهر. طب والله 200,000 يورو ما تتبدل لتركب الصرف الصحي في بلدنا، اللي احنا الصرف الصحي، يعني الصرف الصحي في بلدنا عايز 5 مليون جنيه بس ويكمل. وها قاعد بقاله 20 سنة ما حد سائل. طيب 200,000 يورو لو ضربنا اليورو في 70، ال 200,000 يورو دي لو ضربناها في 70 شوف هتجيب كدير. تمام. طب سيبونا من 70، أنا هضربها لكم. نضرب 200,000 يورو في الشهر في 20 شهر في 70، يعني هنضرب 200,000 يورو في 20 شهر في 70 جنيه اليورو. كان ساعتها يبقى عمك فوتوريا لاهف بالضبط، لاهف 240 مليون جنيه مصري هو لوحده. ده غير الأكل والشرب والمواصلات والعربيات والبرجر والمحمر والمشمر ولبسه وميته المعدنية، يعني قفل له 250 جنيه مصري، ودخل فينا حوالي 25 هدف وما فزناش أي ماتشات. طيب لما يجي حسام حسن راجل مدرب وطني يقول لك أنا هاخد 1,000,000 جنيه، ال1,000,000 جنيه ده بالنسبة اللي كان ياخده فوتوريا كان يشرب بيهم مية فوارة يا جدعان. ما تقعدوش تقطعوا في الراجل، الكرة حرق دم. امال ايه الراجل المصري ده لك بنقول احنا هياخد 1,000,000 جنيه وحاسدينه عليه، وده اللي كان ياخد 200,000 يورو. طب والله ال 200,000 يورو عليه النعمة بنعمة ربنا، تطلق حريم البلد كلها اللي في قريتنا ويتجوز رجالتها تاني ويطلقوا تاني ويتجوزوا 10 حريم كل راجل، وال 200,000 يورو ما تخلاش. فبصوا لها من الناحية دي. الراجل نقول ربنا يوفقه، ولا احنا دائما نقطع في واد بلدنا، دائما يا اخي ناجح في واد بلد. احنا نحب نموت في الغريب. الراجل ماخذ 250,000,000 فوتوريا ده. لما يجي الراجل ديت يعني هياخد له، يعني لو قعد 20 شهر حسام حسن هياخد 20 مليون الراجل. اي لاعب لو ما اخذ ناشئ بينتقل لنادي زي الاهلي ولا الزمالك بياخدها. والناس اللي زي حسام حسن والكباتن الكبيره دي مصاريفنا مش زي مصاريفهم. احنا الواحد بيجيب له علبه جبنه بيضه ولا نص كيلو جبنه، الراجل ده بياكلوا جبن، يعني عيشتهم برضه. والمليون جنيه زي ما انت بتاخد 10,000 5,000 هو زي كده برضه. ناس خلاص تعودوا ودول معاهم مسؤوليات ومعاهم. ايه ال1,000,000 جنيه بالنسبه لحسام حسن؟ فوتوريا بقول لك كان خد 250,000,000، يعني كان ركبت صرف صحي ل 30 40 قريه عندنا في الصعيد. فما تحرقوش دمنا، سيبوا الراجل وقولوا ربنا يوفقه، يمكن ربنا يوفقه يا اخي مع المنتخب. طب احنا دلوقتي حسن شحاته لو ما اخذ مش مدرب وطني؟ طب حسن شحاته اعظم مدرب جه مسك منتخب مصر وهو راجل مصري. نقول ربنا يوفقك يا كابتن حسام، وراجل عنده غيره وراجل نجم كبير وراجل يمكن ربنا يكرمه مع المنتخب وفاهم اللعيبه، وراجل كان في الدوري مدرب وفاهم اللعيبه دي بتلعب ازاي. مش هيجيب لك حماده ولا هيجيب لك بسكوته، ولا الراجل عارف مين بيلعب صح. وراجل انا متاكد انه حسام حسن هينجح في المهمه ليه، لانه ما عندهوش عارف. لو اللعيبه المحترفه مش هتدي المنتخب حسام حسن مش هياخدهم. يمكن يعمل منتخب كويس. وايه ال1,000,000 جنيه بالنسبه له بالنسبه للمرتب اللي كان ياخده فوتوريا بقى خد يا ابوي 250. طب والله ال 250 مليون اللي خدهم فوتوريا دول
عارف ما تفكها مئات. والله العظيم لا تجيب من اسوان كده رصيتها مئات، لا تجيب من اسوان لاسكندريه ترصها ال 200 يعني. فسيبوا الراجل يشتغل وسيبونا يمكن ربنا يكرمه بدل حرق الدم اللي عشناه. فاديني قلت الخلاصه انا عشان ما تقولوش تتريقوا. ما اتريقتوش ليه على الفوتيريا اللي بياخد 200,000 يورو في الشهر، جايين تقولوا حسام حسن هياخد مليون؟ ما تسيبوه. حسام حسن المليون دي الراجل ما تكفوش يمكن بنزين عربيته. فسيبوا السايره في السايره، ما تقعدوش تتريقوا على كل حاجه. سيبونا يمكن الراجل ينجح في المهمه بتاعته بدل الفقري ده اللي خد القرشين بيقول لك عباله 8 شنط ومشى. ما تحرقوش دمنا ودم ابونا، احنا البرد مسك في ركبنا والله وخلايقنا ضايقه. وديني قلت وخلاص.